ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشرح 4 من اهم التوبكس اللي علينا في السيكوال. تمام، عندك سب كويري والكيس وز ايلس، كمان الاكزيست وكمان الاني والاول. مبدئيا يعني خلينا اديك نبذه مختصره عن التوبكس دي. سب كويري دي عباره عن كويري داخل كويري، الهدف منها فلتريشن او مقارنه او كومباريزون يعني. طب في الغالب دي بتظهر مع مين بالظبط؟ بتظهر بتحطها مع الوير كونديشن. تمام، من اسمها يعني حتى فيها نفس الصفات ان هي بتعمل فلتريشن وبتعمل كومباريزون زيها زي الوير. طيب بالنسبه للكيس والكيس وز إلس، نفس فكره الاف إلس. انت بتقول لو كانت الكونديشن دي ترو زين اديني القيمه دي بالنسبه للكيس. اما بالنسبه للكيس وز إلس فانت بتيجي في الاخر، هي نفس موضوع الكيس، بس بتيجي في الاخر بتضيف كلمه إلس قبل الاند، اللي هو لو ما لقيتش اي كونديشن من دول يبقى خلاص حط لي الفاليو دي او القيمه دي. طيب بالنسبه للاكزيست، فكرتها باختصار ان انت بتستخدمها مع السب كويري. تمام، لو السب كويري دي جابت على الاقل رو واحد فخلاص يبقى دي بترو، تديني ترو. انما لو ما جابتش اي رو فدي معناها فولس، مش موجود، نوت اكزيست. وهي نوت اكزيست هي العكس بتاعها طبيعي، يعني لو موجود فمش موجود، لو مش موجود فهو موجود. نوت فكرتها او الهدف منها النفي. تمام، الترو تخليه فولس والفولس تخليه ترو. طب بالنسبه لاني واول، بص اني على الاقل اي كونديشن تحقق ترو مع قيمه من ضمن القيم اللي جوه اني عشان الناتج النهائي يكون ترو. وضحت؟ طب بالنسبه لاول لازم في كل الكونديشنز تحقق الشرط ان هو يكون ترو. تمام، كل الكونديشنز عشان النتيجه النهائيه تكون ترو. لو في واحد بس فولس يبقى خلاص، يبقى النتيجه النهائيه هتبقى فولس. طيب ممكن نشبه الاني ان كل القيم اللي جواتها ان هي اور، لان انت عارف ان على الاقل قيمه تديك ترو. اما بالنسبه للاول لازم كلهم يكونوا ترو، يبقى اند. وضحت؟ يعني ده كان توضيح بسيط. وكنا شرحنا قبل كده فكره الان، يعني فاكر الان برضه اختصار للاور. تمام. طيب خلينا نبدا في اول حاجه في السب كويري، وعايز اقول لك ان انا عملت بي دي اف كده بسيط يعني هنشرح منه الامثله والدنيا دي كمان. هحاول اشوف ملف المحاضره نفسه ونجيب الامثله اللي فيه عشان نطبق وتبقى ماشيه معاك حلو. طيب مبدئيا وقبل كل حاجه انت لازم تكون عارف ان السب كويري عندك منها اكتر من نوع. عندك السنجل رو والمالتيبل رو. طبعا في انواع تانية بس انا استكفيت بدول لان هم دول المذكورين عندك في المحاضره، ما تذكرش انواع تانية. هنا بيقول لك من اسمها يعني سنجل فبترجع اكيد 1 رو، انما التاني مالتيبل فبترجع مالتيبل روز. تمام. طب مع السنجل انت بتستخدم الاوبريتورز دي اللي هي اكبر من او اصغر من او يساوي. بالنسبه للمالتيبل روز فانت بتستخدم على الان والاني والاول. ليه؟ لان هنا بترجع اكتر من قيمه فلازم تحطها في الان وكذلك في الاني والاول، انما هنا بترجع قيمه واحده فهتحطها مع اكبر من او اصغر من او يساوي. تمام. طيب احنا عملنا ايه هنا؟ هنا عملنا تيبل بسيط، 3 تيبلز قصدي، امبلوي وكمان الديبارتمنت وكمان البروجكت. تمام اهو، وحطينا فيهم الاتريبيوتس، كل واحد والاتريبيوتس بتاعه. تعال نشوفهم برضو عشان تفهم. هنا في الامبلوي حطينا الاي دي والنيم والسالري والديبارتمنت بتاعه والهير داتا ديت. عندك كمان في الديبارتمنت حطينا الاي دي والنيم واللوكيشن بتاعه. عندك في البروجكت حطينا الاي دي والنيم وكمان الديبارتمنت المرتبط بيه وكمان البادجت بتاعه. طب ده شكل فيجواليزيشن للتيبل بس عشان تبقى اوضح لك وعشان نقارن بيه ونستخدمه. كذلك ده مثلا اللي كان فوق كان الامبلوي وده الديبارتمنت وبعدين البروجكت. تمام. تعال نبدا باول حاجه اللي هو السنجل رو سب كويري اند وير كلوز، اللي انا قلت لك ان احنا نستخدمها في الغالب مع الوير، مش ده كلام مظبوط؟ طب سنجل احنا نستخدم سنجل رو. تمام، اللي هترجع رو واحد. هنا بيقول لك ايه الهدف، او يعني نفترض ان البروبلم نفسها ان فايند امبلوي، هات الموظفين اللي السالري بتاعهم اكبر من الافريج بتاع الكومباني ككل. يعني انت تجيب الافريج بتاع الشركه كلها، الافريج سالري، وتقارن بيه، لو السالري بتاعه اكبر فاسره، غير كده لا. واضحه لك؟ طب تعال نروح كده لماي سيكوال. اول حاجه انت بتعمل سيلكت، هي عاديه، مش ده كلام مظبوط. انا عايز ايه مثلا؟ عايز النيم وكمان السالري. عايز حاجه تاني؟ لا اكتفيت فروم اسم التيبل واسم امبلوي. تمام. طيب كده هيظهرهم لي كلهم؟ لا انا مش عايزهم كلهم، انا حطيت شرط يبقى وير ان هو ايه، لازم يكون السالري بتاع الامبلوي ده اكبر من الافريج. طب اكبر من الافريج، انت هنا ازاي هتعمل الافريج اصلا؟ يعني انت فاكر انا قلت لك ان الاجريجيشن فانكشن بتستخدم ما تنفعش مع الوير، يعني ممكن كان اقول لك كده اهو السالري اكبر، طبعا كان مش مظبوط، افريج اهو اكبر من افريج السالري كله. هل ده ينفع؟ غلط، غلط كبير. تعال نشوف، اثبت لك يعني اهو، مش محتاج بس انت المفروض عارف اهو invalid use of group function.
تمام. طيب تعال نفكر فيها سوا ثانية بس، اخفي الجزء اللي تحت ده. انت عشان تستخدم الافريج طبيعي انت لازم تستخدم مع الهافنج مش الوير، صح؟ وعشان تستخدم الهافنج لازم تكون في جروب باي، وعشان تستخدم الجروب باي انت كنت هتقسم التيبل لاكتر من تيبل، مش ده كلام مظبوط؟ بس لا، انا هنا بقول لك الافريج بالنسبه للكمباني كلها، للشركه كلها. هل انا جبت تقسيم؟ هل جبت سيره تقسيم؟ هل جبت قلت جروب مش عارف كده؟ لا، ما قلتش ده خالص. يبقى هنا انت هتعمل ايه؟ انت هنا هتستخدم السب كويري. تعال نمسح الجزء ده. تمام. طب السب كويري دي بعملها ازاي؟ عادي بفتح قوسين. فكره السب كويري اللي هعملها ان هي ترجع لي الافريج. تمام. بكتب سيلكت ايه؟ افريج. مش انت عارف ان الاجريجيشن فانكشن بترجع رو واحد طالما ما استخدمتهاش مع الجروب باي؟ المفروض عارف كده، احنا قلنا الكلام ده. افريج بالنسبه للسالري. تمام. طيب فروم ايه؟ اسم التيبل اللي هو امبلوي بيس. المفروض كده هترجع ايه؟ طيب فروم دايما بتتكتب غلط مني، معرفش ليه الصراحه. تعال نرن ونشوف ونفكر فيها برضه. هنا رجعت مين؟ لو شايف هنا ظهر لي أليس وكمان إيف. طيب تعال نتأكد من الكلام ده، هل الكلام ده مظبوط؟ تعال نشوف. طيب هنا عمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه برضو. احنا مش محتاجين الافريج هنا ب91,000. تمام. طب تعال نرجع للتيبل اللي هو كان بتاع الامبلوي. اهو هنا ده بكام؟ أليس كان 120,000 ودفعنا أكبر من 91. طب بالنسبة لإيف فكانت 150,000 وهي برضه نفس الكلام أكبر من 91,000 اللي هو كان الأفريج. تمام. تعال نرجع عليها مراجعة سريعة بس لأنها كانت مرتبطة بأكتر من حاجة وأكتر من توبيك في نفس الوقت. أنت هنا ربطتها بالأجريجيشن فانكشن، فاهم؟ ده توبيك برضه شرحناه وكان مهم. مبدئيا أنت عملت سيلكت للنيم أو السالري على حسب أنت عايز إيه. أنت عايز النيم بس خلاص، مش السالري بشيله. تمام. طيب من الجدول اسمه امبلوي. طب هو كان طالب منك ان انت لازم تكون اكبر من الافريج بالنسبه للشركه كلها. فانا هنا اضطريت اعمل سيلكتايه. فكره السيلكتايه ان ترجع لي الافريج بتاع السالري. تمام. طب ليه علمت الاكبر من او اصغر من؟ ليه ما استخدمتش هنا اقول؟ لان انت دي اصلا سنجل رو. تمام. هترجع رو واحد بس. انت عارف الاجريجيشن فانكشن بترجع رو واحد بس. ده كان الفكره ببساطه وباختصار. طيب خلينا نقول على اللي بعده، المالتيبل رو. هنا بيقول لك ايه؟ فايند امبلوي، هات الامبلوي اللي هم بيشتغلوا في الديبارتمنت اللي عنده بروجكتات شغاله دلوقتي. تعال نوضحه. بيقول لك ايه؟ ان انت هات الموظفين اللي هم بيشتغلوا في الديبارتمنت اللي الديبارتمنت ده عنده بروجكتات شغاله دلوقتي. تعال نفكر فيها ببساطه. تعال ننزل كده. انا دلوقتي مثلا عايز النيم بس، مثلا النيم والديبارتمنت يا عم اهو. سيلكت النيم وكمان ادي الديبارتمنت اي دي، بعدين from اللي هو اسم التيبل اللي هو employee. تمام. تعال نروح للتيبل بتاع اللي هو البروجكتات. تمام. اهو ادي الديبارتمنت اي دي. تمام. معنى ان هو الرقم ده موجود هنا يبقى عنده active project. تمام. هو عايز كده، يعني هو شايف المثال بيقول لك ايه؟ have active project. تمام. معنى ان الاي دي بتاع الديبارتمنت موجود هنا فهو فعلا عنده كده، عنده بروجكتات شغاله دلوقتي فعلا. فانا المفروض هعمل ايه؟ هعمل سب كويري ترجع لي الاي ديات دياتي كلها. تمام. وابدا اقارن بيها بقى الديبارتمنت الاي دي بتاع اليوزر بتاع الكاستمر او الامبلوي اللي هنا ده فين اهو. ابدا اقارن هل هو موجود ولا مش موجود. لو موجود يبقى يديني ترو ويظهره لي، مش موجود فخلاص ما يظهرليش. بس هم في الغالب كلهم موجودين فهيرجعهم لي، اللي هو الواحد وواحد بعدين اتنين اتنين تلاته، وكلهم موجودين لو لاحظت لحد رقم 4 كمان. تمام. تعال نرن ونشوف الكلام ده هل مظبوط ولا، او نكتب الكود الاول. هتكتب وير بقى. تعال ننزل سطر اهو وير. انا هقارن بيه بقى بالظبط. انا عايز اشوف الديبارتمنت اي دي بتاع الامبلوي اللي قدام الامبلوي يعني. هل هو ان؟ هنا نستخدم الان اوبريتور. تمام. لان يترجع اكتر من قيمه مالتيبل روز. ان واكتب السلكتيه اللي انا عايزها من سلكت. عايز ايه اللي ترجعها بالظبط؟ الديبارتمنت اي دي. تمام. اللي موجود فين بقى بالظبط؟ هنا انا هكتب اسم التيبل اللي موجود فيه اللي هو البروجكت from projects. تمام. تعال نرن ونشوف هل الكلام ده مظبوط ولا لا. تمام. رجعهم لي كله، اليس بوب تشارلي وديفيد وكمان ايف. يعني اتمنى تكون الفكره وضحت لك بتاعتها. تمام. يبقى زي ما قلت لك انت بتستخدمها عشان تعمل فلتريشن للداتا او كومباريزون. اديك بتقارن السالري ده بالافريج اللي انت هترجعه.
تمام. وبرضه قلت لك ليه ما تنفعش ان تعمل جروب باي او الهافنج. تمام، لان في الحاله دي ما ينفعش، انا بيقول لك ايه، عايزها على مستوى الكمباني كلها. وبالنسبه للمثال التاني فهو كان عايز الموظفين اللي هم بيشتغلوا، تمام، اللي عندهم قصدي اللي هم عايز الديبارتمنت بتاعهم اللي هو يكون موجود اصلا في بروجكت شغال دلوقتي. بيس. تعالى بقى دلوقتي نشوف الجزء اللي كان موجود في المحاضرة نفسها. تمام، يلا بينا. يلا بينا. هننزل لتحت شوية اهو. بيقول لك ايه هي السب كويري؟ هي عبارة عن سيكوال كويري نستد، يعني بداخل كويري تانية. زي ما قلت لك كويري بداخل كويري بتستخدم ليه؟ ان انت تقارن بيها فاليو او حتى كمان تعمل فلتريشن للداتا. تمام، وبرضه ممكن تعمل بيها عمليات حسابية عادي بداخل كونديشن معينة. طيب عندك الانواع، عندك المالتيبل رو وعندك السنجل رو، ودي شرحناها وزي الفل. تعال نشوف اول مثال كان موجود عندنا في المحاضرة. بيقول لك ايه find customer with minimum age اللي هو اقل عمر. هي الفكره انه مش موجود طبعا، مش عامل التيبل على المساس ده. طب الفكره باختصار ان انت هتروح عند الوير، يعني تعالى اكتب لك. طب تعملها ازاي؟ احنا عايز مثلا كاستمر نيم، نفترض ان الجدول ده كانه شغال عندي. تمام، او كاني عندي التيبل ده. تعالى نسلكت دي كلها كده اهو. مثلا طبعا في سيمي كولون عشان ما يحصلش ايرور. مثلا انا عندي النيم، عايز النيم بس بتاعه مثلا. حاجه هنا مثلا عند الامبلوي واعمل سيلكت النستد كويري اهو. هبدل دي. الفكرة هنا هجيب الايج بقى، الافريج بتاع المينيمم بتاع الايج. تمام، وانا مثلا كنت عايز اظهر النيم مثلا والايج بتاعه بشرط ايه بقى؟ ان هو يساوي، لانه بيقول لك اقل سن. تمام، بس هي كده صح، ما فيش طبعا، مش الديبارتمنت طبعا، الايج. هي كده صح لو كان عندي التيبل ده او في الاتريبيوتس اللي اسمه ايج مثلا، بس هو مش عندي. تعالى برضو نشوف الكود ونشوف صح ولا غلط اهو. هو بس كان طالب النيم بس، عمل فلتريشن بين عمل المين ايج وفروم الكاستمر. تمام، انا عملته على المروي، هي مش هتفرق وسواء بالايج. تمام. طيب السؤال التاني بيقول لك ايه، هات الكاستمر هو هاف اللي هو بمعنى عندهم اوردر معين، او مثلا نقول طلب اوردر. تمام، طب دي هعرفها ازاي؟ لو انا عندي اتنين تيبل، ادي التيبل الاولاني مثلا بتاع الكاستمر والتيبل بتاع الاوردر. تمام، فطالما الاوردر او قصدي الاي دي بتاع الكاستمر موجود في التيبل بتاع الاوردرز ده، يبقى كده خلاص ده معناه ان هو فعلا طلب اوردر، مش ده مظبوط؟ تمام، نفس الفكره اللي استخدمناها المره اللي فاتت او حلينا بيها السؤال التاني من شويه. هنا هرجع الكاستمر اي دي وكمان الفيرست نيم بتاعه فروم الكاستمر، وادي هشوف بقى الكاستمر اي دي ان هل هو موجود جوه الليسته اللي انا هرجعها من هنا. يعني انا اسحب الكولوم ده بكل القيم اللي فيه. تمام، هل هشوف هل هو الاي دي ده موجود ولا لا؟ لو موجود فاصله له فخلاص. بيس، يعني نفس الفكره. يعني اعتقد لحد دلوقتي الموضوع سهل وبسيط عليك. تعال نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو الكيس ستيتمنت. زي ما قلت لك فكرتها باختصار similar to الاف else، نفس الفكره بتاعتها. يبقى في كونديشن لو عملتها، لو كانت ترو فهتعمل ريتيرن الفاليو اللي انت حددتها. تمام، معتمده على الفيرست كونديشن، يعني اول كونديشن عملت ترو فهرجعها. طب لو كانت مثلا في كونديشن بعديها برضو هترجع ترو، هل هتكتفي بالاولى ولا ممكن تعمل ابديت على اساس الكونديشن التاني اللي رجع ترو؟ ده هنجربه مع بعض ونشوف النتيجة هتكون ايه. طب تعال نشوف السنتكس. اول حاجة هو عبارة عن ايه اهو، كلمة كيس ووين، وبتحط الكونديشن اللي على اساسها انت هترجع الفاليو دي. تمام، يبقى بتكتب كيس وبعدين وين زين والريزلت بتاعها. طب الالس دي اوبشنال براحتك. تمام، الالس معناها ايه؟ لو ما لقيتش اي حاجه من الكونديشنز دياتي حط القيمه اللي انا هحطها لك هنا بدل الالس ريزلت. انما لو ما كانتش الالس فهيحط لك نل، وانت عارف ان احنا كمحللين بيانات نكره القيمه نل، او هي مكروهه بصفه عامه يعني. طيب خلينا نكمل. هنا بيقول لك ايه، الوين انت بتحط بعديها كونديشن معينه. تمام، عشان يتم المقارنه بيها، او لو كانت الكونديشن دي ترو فخلاص تدينا الفاليو دي، او في الريزلت 1. الزن انت بتحط بعديها الفاليو اللي هي لو يعني لو كانت ترو الكونديشن دي فهتحطها. وزي ما قلت لك الالس دي اوبشنال براحتك. تمام، اللي هو خلاص لو ما لقيتش اي كونديشن بترجع ترو يبقى خلاص، يبقى يعني القيمه اللي في الالس هحطها. بيس. طبعا بيقول لك ان هي شرط اساسي ان هي تنتهي باند، شرط اساسي ان الكيس بلوك ماست اند ويز اند. تمام. طيب تعال نشوف مثلا هنا بيقول لك ايه. ادي مثلا اعتبر ان دي بروبلم. بيقول لك ايه كاتيجوريز الامبلوي على اساس السالري بتاعهم. تمام، طبعا احنا شفنا السالاريز بتاعتهم كانت قيم ضخمه الى حد ما فينهم اهو. يعني عندك 120,000 مثلا، 80,000، 45,000، بعدين 60,000، 150,000، ارقام كبيره. تعال نقسمهم. مثلا لو قلنا لو فوق ال 100,000 فهو هاي، لو مثلا بين ال 50,000 لحد ال 100,000 فهو معناه ميديوم،
لو غير كده اللي هو الالس يعني قول له لو، اللي هو يعني دخلك ضعيف. طب تعال نتست ونشوف الموضوع ده مع بعض. تعال ننزل بس لتحت عشان نضيع شويه اهو. تعال نكتب الكود سوا. تمام. طيب انا دلوقتي عايز ايه اللي يظهر لي؟ مثلا انا عايز النيم والسالري. يبقى خلاص تعال ناخد الجزء اللي فوق اهو، النيم والسالري فروم الامبلوي. بس انا كنت عايز كولوم تاني يعمل لي زي الكاتيجوري، زي اقسام، يحدد لي مثلا هل السعر ده عالي ولا السعر منخفض. تمام. طب دي اعملها ازاي؟ انا عايز كولوم تاني، يبقى احطه مع الكولوم ساعات. ادي الكولوم كوما كده. تعال ننزل سطر عشان توضح لك. كوما، وانا احط بعديها الكيس. يبقى اكتب كيس وابدا بقى. تعال نحطها في سطر تاني على الاقل تبقى واضحه لك. وابدا بقى اكتب وين اول حاجه مثلا. وين احط الكونديشن اللي هو السالري. تعال ننسخها كده على طول. السالري اكبر من مثلا ال 100,000. 1 2 3 1 2 3. تمام. طب يبقى اذا ايه؟ اكتب لي ايه في الكولوم اللي هيظهر الجديد ده؟ اكتب لي مثلا هاي. تمام. بيس واضح لحد دلوقتي؟ طب انا عايز تقسيمه تاني. ايه هي؟ ان هو لو كان بتوين مثلا ال 50 الهاي نكتب الهاي سالري بتوين كام؟ مثلا ال 50,000 اند ال 100,000. زين اكتب لي ايه؟ ميديوم بيس. طب خلاص يعني لو غير كده اكتب لي ان انت معلش سعرك او السالري بتاعك ضعيف. يبقى اكتب لي ايه؟ else القيمة اللي بعدين اللي هي ايه؟ مثلا لو. تمام. طبعا كان بيقول لك ايه؟ ان هي must end with end، يبقى لازم اكتب end. بس يعني كده خلص. انا صراحة مش متخيل شكل التسمية هيكون ازاي في الكولوم. تمام. مش قادر اتخيل بالظبط يعني. طبعا انا مش محتاج الويرد دلوقتي. تمام. فتعالى نشيلها. مش قادر اتخيل بالظبط لان انت عارف ان انا لازم استخدم الالياس. فتعالى نشوف. ممكن يكون شرط اصلا ان انا استخدم معاها الالياس، ممكن، ما اعرفش. تعالى نشيل بس ده ونشيل التيبل ده اهو. تعالى نرن. شايف شكلها بشع ازاي؟ فلا يعني انت يفضل ان تستخدم الالياس اللي هي از بعد تكتبها بعد الاند. تمام. از مثلا كاتيجوري اللي هي اختصار كاتيجوري. طبعا مش لازم السنجل كوتيشن دي. تعال نرن تاني ونشوف. هو بيسحب مرة واحدة يعني للأسف. تعال نرن. بس كاتب كات بيس. يبقى تعال نراجع عليه الفكرة باختصار. أنا مثلا عايز كولوم تاني هسميه كاتيجوري، أو أنا سميته مع الالياس از، وكتبت القيمة أو التسمية اللي أنا عايزها. طيب أنا كنت بقول لو السالري أكبر من 100,000 اكتب لي هاي. لو غير لو ما بين 50 وال100 اكتب لي ميديوم. لو كان مثلا غير كده فاكتب لي لو. تمام. وبالظبط ده اللي عمله اهو. شاف الكونديشن اللي كانت موجوده. هو فعلا 120 اكبر من 100 فكتب هاي. ال 80 اكبر ما بين ال 50 وال 100 فكتب ميديوم. ال 45 دي اقل من ال 50 يعني، ولا حققت الكونديشن دي ولا حققت الكونديشن دي، فيروح على طول للالس. تمام. فكده عشان كده كتب لو. طب بالنسبه لل 60 فهي ميديوم ما بين ال 50 وال 100. ال 150 فهي اكبر من ال 100. طب لو مسحت الالس المفروض يعمل لي ايه بالظبط؟ المفروض والطبيعي والمتوقع ان هو ايه؟ يكتب لي نل. تعال نرن بس اهو. بالظبط كتب لي ايه؟ نل بيس. لان انا ما حددتلوش قيمه معينه هو يحطها في حاله ان مفيش كونديشن ادت ترو. طب تعال نتست حته الحوار اللي هو لو كان في اكتر من كونديشن هتديني ترو، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ تعال مثلا هنا كان عندك ال 120. تعال نخلي دي اكبر من او يساوي ال 120. تمام. او اقول لك خليها زي ما هي، زي ما كانت. تعال نرجع زي ما كانت اهو، زي ما هي. وكمان دي اخليها 130 اهو. مش ده ترو وكمان ده ترو لان هي بتوين ال 50 وال 130. تعال نشوف لما نرن ايه اللي هيحصل. المفروض هو بيقول ان هي بتريتيرن اول قيمه. خلاص يعني طالما ادت ترو، وده اللي حصل بالظبط اهو. هاي. تمام. طب تعالى لو عكسناهم، يعني لو عكسنا ده وين حطناه في الاول مثلا، يبقى خلاص يبقى يرجعني هي ميديوم. ده على حسب الكلام اللي هو بيقول. ده اللي حصل بالظبط. ال 120 بقت ميديوم وكذلك ال 150. ال 150 ليه هاي بالظبط؟ لان ما حققتش اصلا. انا كنت كاتب له ايه؟ اكبر من 130 بيس.
فنزل لللاين التاني اللي جهة اكبر من 100 فكتب هاي. وضحت؟ يعني اتمنى تكون وضحت. تعال نكمل ونشوف النقطة الثالثة اللي هي كانت الاكزيست. تمام. هنا بيقول لك الاكزيست اوبريتور بيقول لك ان هي بتريتيرن ترو لو على الاقل ان السب كويري دي رجعت اتليست 1 رو. تمام. ولو فولس عكس كده، يعني لو ما رجعتش حاجه في فولس. وده نفس اللي قلته لك وانا بديك نبذه كده عن المواضيع دي. تمام. السنتكس بتاعها بتتعامل مع الوير. تمام. انا بحط وير اكزيست والسب كويري على طول. واضحه؟ بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ان الاكزيست مور افيشنت. ليه؟ لان هي بتقف اول ما تلاقي ماتشنج رو. لو لقيت رو واحد فخلاص هتقف مش هتكمل. تمام. عشان هي مور افيشنت، يعني ده السبب بتاعها. طب تعال نشوف مثال. هنا بيقول لك ايه؟ find department that have at least one employee with salary greater than 100,000. لو فكرت فيها هتلاقي ان هنا في join او في ربط، بس هنا هيستخدم ال nested query. تمام. بيقول لك الديبارتمنت وامبلوي، فطبيعي ان في رقم. يعني بيقول لك هات الامبلوي اللي على الاقل فيه موظف السالري بتاعه اكبر من 100,000. طب دي هنعملها ازاي؟ تعال نروح لماي سيكوال ونشوف هنعمل ايه. اهو. طيب تمام. طيب انا دلوقتي عادي بستخدم السلكت عادية خالص. طب سلكت، بعد السلكت انا عايز مثلا الديبارتمنت بس، يعني الديبارتمنت نيم. طيب ادي التيبل اسمه ديبارتمنت، ادي الكولومز وادي الديبارتمنت نيم. طب عايز حاجة تاني؟ يعني مش عايز فخلاص. طب خلينا بقى from اسم التيبل اللي هو اسمه ديبارتمنت. كده انا بديت اول الطريق. تعال ندخل بقى في الوير. وير اكزيست. تمام. ونفتح قوسين عشان احط جواهم السب كويري. طب السب كويري دي المفروض بتعمل ايه؟ هنا في الاكزيست لو السب كويري رجعت ترو فخلاص ده معناها ان ترو والديبارتمنت ده موجود، يعني فعلا حقق الكونديشن اللي هو كان عايزها. طب ايه الكونديشن؟ ان هو على الاقل في موظف في الديبارتمنت ده بيقبض اكتر من 100,000. طيب تعال نكمل. نفتح خلي القوس كده عشان يبقى واضح. انا هعمل سيلكت كويري جواها انستنت، مش هو انا عايز كده. طب ايه الكولومز اللي انا احطها؟ انا مش هتفرق لي الكولومز هنا لان انت تركيزه كله على الروز. مش بيقول لك اكزيست بترجع ترو في حاله ان على الاقل لقيت واحد محقق الشرط او في رو واحد، يبقى انا مش هيفرق معايا الروز او الكولومز، قصدي اسامي الكولومز. فبالتالي انا هحط 1 2 3 4 ايا استرك يا عم اهو استرك عشان انت بتحب الاسترك. المفروض هنا ان انا عايز اشوف الموظفين بقى المرتبطين بالديبارتمنت، يبقى اكتب ايه؟ from الامبلوي بقى. تمام. طيب بعدين عايز اعمل بقى الوير كونديشن ان هو يكون اكبر من 100,000. تمام. يبقى وير ان الامبلوي مثلا فين السالري بتاعه؟ تيجي نفتح التيبل اسمه امبلوي اهو. السالري بتاعه اكبر من كام؟ 100,000. تمام. بس لو فاكر كان بيربط، هو ربط قال لك الامبلوي اللي موجود جوه الديبارتمنت ده مش الامبلوي بشكل عام. فبالتالي دي غلط، لازم اعمل جوين. او ممكن بدل الجوين استخدم النستد كوير وده اللي انا هعمله دلوقتي. يبقى اكتب انت. فاكر الكونديشن اللي كنت بتحطها جوه اون بالنسبه للجوين انت هتكتبها يعني، بس يعني ده المختصر. تمام. يبقى تكتب employees دوت الديبارتمنت اي دي ايكوال طبعا الديبارتمنت دوت الاي دي بتاعه اللي هو ديبارتمنت اي دي. طبعا انت شايف الاسم طول قوي والمفروض انك عارف الالياس. يبقى هعمل ايه؟ مثلا امبلوي اسميه از اي او ممكن اي على طول من غير از كمان، والديبارتمنت اسميه دي. فخلاص يبقى بدل دي باي وبدل دي كمان بدي. شايف اختصرتها ازاي؟ شايف ده؟ بس يعني مفيش اي حاجة تاني ممكن تعملها والموضوع اسهل مما تتخيل. وهنرن ونشوف الموضوع ده هل ده كلام مظبوط ولا لا. تعال نرن. رجع لي الاتش ار والفاينانس. تعال نبص بصة سريعة كده على التيبلز اللي معايا. الاتش ار رقمه كام؟ ثانية واحدة نطلع حتة تاني. الاتش ار والفاينانس رجع لي كام؟ 1 و3. تعال نكتبهم بس في ورقة. ادي 1 وادي 3. تعال نطلع فوق نشوف الموظفين المرتبطين ب1 و3. ده مرتبط ب1 وده مرتبط ب1. هل فيهم واحد اكبر من 100,000؟ ايوه ده موجود. يبقى خلاص يبقى الديبارتمنت 1 موجود معايا وده فعلا كلام مظبوط. تمام. طيب اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه الاتش ار. طب بالنسبه ل3
ادي في حاجه تاني، ادي 3 على طول، اللي هو انا مش انا عملت ريليشن، عملت جوين بس عملتها بالنستد كويري. تمام. برضه هتتشرح في البارت التاني من الجوين، ممكن تكون مش واضحه دلوقتي، بس انا كنت عامل في لسه فيديو تاني هيتشرح اللي هو البارت التاني للجوين، وبرضه هوضحها بالتفصيل لو ما كانتش واضحه في الفيديو ده. تمام. بس يعني اعتقد فكرتها واضحه، ما انا قلت لك ان انت بدل الاون كونديشن هتحطها في الوير بس. طيب هنا ايف جايبه 150,000، فعشان كده معايا التالت، انما في الباقي مفيش حد معاهم في المية، مش معدي المية. لو قلت لك مثلا التاني ده لو على الاقل ده مثلا كان مثلا 145,000، كده كان هيظهر معايا الديبارتمنت الاي دي بتاعه 2 اللي هو كان اسمه ايه، كان الاي تي. واضحه لك؟ يعني اتمنى تكون واضحه. تعال نعمل ابديت للداتا واكد لك الكلام ده. انا هحدث لك مثلا اللي هو الامبلوي اي دي رقم 3، تعال نشوفها، ممكن نحدثها على طول اهو. انا دلوقتي عملت سيلكت استريك لكل الامبلويز عشان يظهروا لي. انا مثلا 45,000 عايزها 145. تعال نشيله كده ونعمل ابلاي عشان يعمل ابديت للداتا. اوكي خلاص فينش تمام. تعال نرن الكود اللي كتبناه في الاخر ده، شوف هيعمل ايه، هل هيظهر الاي تي ولا لا. ظهر الاي تي. وتحط لك الفكره. تمام. الفكره هنا كانت باختصار وببساطه بيقول لك اظهر لي الديبارتمنت، عايز يعرف الديبارتمنت اللي فيه موظفين بتقبض اكتر من 100,000. دي كانت الفكره باختصار وببساطه. تمام. يبقى احنا كده في الفيديو ده عملنا ايه؟ لحد دلوقتي شرحنا الثلاثه توبكس دول، السب كويري والكيس ويز ايلس، كمان الاكزيست. واعتقد الاكزيست كانت سهله وواضحه، رغم ان كان في عدد منكم بيعاني منها الى حد ما. يعني بس فكرتها باختصار ان على الاقل طالما رجع لي رو واحد فمعناها ان الكونديشن ترو. تمام. طيب تعال نشوف الاني والاول من الملف المحاضره نفسه، نشوف بيقول ايه. هو زي ما قلت لك الفكره باختصار ان هو لازم تكون قيمه على الاقل بترو. تمام. طب تعال نشوف. طبعا هو في الغالب مع الاني والوير زي ما قلت لك، الاني قصدي والاول انت بتستخدم بعديها النستد كويري. تمام. واللي هي السب كويري. يعني لو شايف هنا هو عمل ايه، هو للاسف لما بكبر الكواليتي لحد ما بتبوظ، فاتمنى تكون واضحه. عمل ايه اني بالنسبه للسلكت للايج، خد العمود اللي هو اللي اسمه ايج، كل القيم اللي فيه بالنسبه للتيبل اسمه ستودنت، اني واحد اللي هو ده. تمام. تعال نكبر حته تاني عشان اقدر اوضح لك. خد القيم دي اللي 23 42 و32 و23 و40 وحطهم في، لنفترض يعني كانه جوه الاقواس دي، كانها جوه الاقواس دي القيم دي اللي هو اللي انت سحبتها منها 23 و32 23 و32 و42 و23 تاني وال40 وحطهم هنا. تمام. ده الاختصار بتاع السلكت كويري دي. فهو بيبدا يقارن هل الايج بتاع التيتشر ده جوه القيم دي ولا لا. فتعال نشوف ال 32 موجوده اهو، يبقى معايا البيتر، تيتشر بيتر ده معايا. طب 43 لا مش موجود، خلاص هل موجود ضمن القيم دي 43؟ لا. طب 29 هل موجود هنا؟ لا. طب ال 30 هل موجود هنا؟ لا. طب ال 41 هل موجود هنا؟ لا. يبقى اللي معايا بيتر اللي هو سنه 32. وده نفس الاوتبوت وكلامي فعلا مظبوط. طب تعال نروح للاني وز علامه اللي هي اصغر من اوبريتور. تمام. طب تعال نشوف المثال. هو بيقول لك ايه، عايز ايه مثلا هنا. ثاني نشوف بيقول لك ايه. suppose we want to get teachers whose age is less than any student. عايز اي مدرس او اي دكتور اللي هو السن بتاعه الايج بتاعه اقل من اي طالب. تمام. يبقى انا هخزن جوه الاني القيم. تمام. اللي هو 23 و42 و32 برضه 23 و40. تمام. بس بقول له ان الايج اقل من. تمام. طبعا ده بالنسبه للتيبل اسمه تيتشر. فتعال نقارن. طب هل ال 32 دي اقل من قيمه من ضمن القيم دي؟ فعلا ال 32 اقل من 42. فرجع قيمه ترو، على الاقل واحده بترو. تمام. فخلص يبقى كده بيتر معايا. طيب اللي بعده، هل ال 43 اقل من قيمه من ضمن القيم دي؟ هل في قيمه اقل من اكبر من 43؟ لا، يبقى مش معايا. طيب ال 29 هل هي اقل من قيمه؟ فعلا اقل من 42. طب ال 30 اقل من 42. طب ال 41 اقل من اقل من 42. يبقى معايا كلهم معايا، يبقى معايا الاربعه دول ما عدا اللي هي الخمسه اللي هي ميجان. تعال نشوف فين الاوتبوت اهو. معايا الاربعه فعلا اللي هو بيتر روز وكمان ليندا وماري، ما عدا اللي هي اللي هي ميجان اللي هي رقم 2. تمام. طيب تعال نروح بقى اللي بعده اللي هو الاول اوبريتور. هو بيستخدم ان هي تعمل كومباريزون مع الفاليو كلها، والمختصر يعني ان هي لازم الكونديشنز كلها بترو. ده نتست ونشوف. طب هل هو ده مثال نفس الفكره؟ هو بيعمل ايه بس هنا بيقول ان الايج اكبر من الاول. تمام. يبقى انا هقارن مع كله ولازم تديني ترو. تمام. يعني انا نفس اللي حصل، بس هنعمل ايه؟ تعالى بس اهو كبر حته تاني اهو. 3 ومعايا 23 وال 42 وال 32 وال 23 وال 40 ده كلهم حطيتهم جوه الاقواس دي. مثلا افترض ان جوه في قوس كده وادي قوس، والقيم اللي هنا سحبتها وحطيتها هنا.
يعني ده المختصر بتاع السلكت كويري دي. طيب هبدا اقارن بقى الايج بتاع التيتشرز دي. طيب ادي اول واحد 32، هل ال 32 دي ثانيه اكبر من ال 23؟ مظبوط. طب هل اكبر من 42؟ لا، فخلاص مش معايا كده، لان في شرط، في كونديشن طلع الديفولتس، لازم في الاول كل الكونديشنز ترجع ترو. حلو. طيب اللي بعديها ال 43، هل ال 43 دي اكبر من ال 23؟ مظبوط. اكبر من 42؟ مظبوط. اكبر من 32؟ مظبوط. اكبر من 23؟ مظبوط. اكبر من 40؟ مظبوط. يبقى دي هترجع معايا ترو، يبقى اللي معايا ال 100 جان. طيب ال 29، هل هي اكبر من كل القيم دي؟ لا، هي مش اكبر من 42 ولا 32. على الاقل واحده بس تديني فولس، فبالتالي بجيب مش معايا، يبقى دي برضه مش معايا. طب ال 30، لا ال 30 مش اكبر من ال 23 ولا 32 ولا 42. هي مش اكبر، قصدي من 42، معلش، هي اكبر من 23 فعلا. بس خلاص في شرط ديفولتس، فخلاص مش معايا. طب ال 41، لا هي مش اكبر من ال 42، فمش معايا. كل يبقى اللي معايا بس 100 جان. تمام، وهو ده اللي حاصل بالظبط، 100 جان. تمام. ده كان محتوى الفيديو، يعني معلش طول معايا شويه، خد خد نص ساعه مش عارف ليه بصراحه. هو كان سهل يعني، بس انا يمكن بحاول اوضح لك وبحاول اشرح لك بالتفصيل عشان تفهم الدنيا مشيت ازاي، او الشرح والدنيا دي. اتمنى ما اكونش طولت عليك، اتمنى يكون الفيديو سهل بسيط سلس، واتمنى تكون بتستمتع في الفيديوهات دي. اكيد لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ما تنساش السبسكرايب لو انت مش مشترك. ويعني بس كده، مفيش اي حاجه تاني. عايزين حاجه؟ وسلام.